السلام عليكم متابعينا الأعزاء. إليكم فنانين أصيبوا بالعمى فتركوا التمثيل، ومنهم من استمر وهو أعمى. الممثل عبد الوارث عصر. بعد أن كبر الممثل عبد الوارث عصر فقد بصره، لكنه لم يتوقف عن التمثيل. وكان حفيده الممثل محمد التاجي هو من يقرأ له السيناريوهات فيحفظها. وفي عام 1979 ماتت زوجته، فحدثت له صدمة عنيفة ودخل في غيبوبة تامة، وأمر الرئيس السادات بعلاجه على نفقة الدولة، وظل 3 سنوات في المستشفى حتى توفي بعد 3 سنوات. رحل عن عمر ناهز 88 عام. أنا مش شايف حاجة يا ناس، أنا اتعميت، أنا اتعميت يا ناس. هذه الكلمات قالها الممثل عبد الفتاح الأسري وهو يقدم دور على المسرح، وظل يصرخ بها، وكلما صرخ كلما ازداد ضحك الجمهور على الإفيه. وكان واحد فقط هو من يعلم حقيقة الأمر، هو الممثل إسماعيل ياسين، والذي كان يلعب دور في المسرحية. أخذ بيد الأسري إلى خلف الكواليس وانتهت حياته الفنية. الممثلة عقيلة راتب، اسمها الحقيقي كاملة محمد شاكر، وهي أول من حملت لقب السندريلا قبل الممثلة سعاد حسني. وحين علم أبيها بنبأ اتجاهها للتمثيل أصيب بشلل رباعي قضي به بقية عمره. كانت الممثلة عقيلة راتب تتبرع وتعطف على المحتاجين، حتى أنها لقبت بمعونة الشتاء، ثم فقدت بصرها وماتت في سن 80 عام. الممثل فؤاد أحمد، كان فؤاد يحتاج إلى مكياج للشخصية التي يلعبها، وكان يستخدم القطران والدوكو في دهان رأسه ووجهه، وكان يظل بالساعات وهو بالمكياج، مما تسبب في انسداد الأوعية الدموية وفقد بصره تماما. وظل فؤاد أحمد أكثر من 17 عام يطالب بعلاجه أو أي جهة تتكفل بسفره للخارج، ولكن لم ينتبه له أحد حتى مات وحيدا عام 2010. الممثلة نجمة إبراهيم، حين ضعف بصرها صرح لها الرئيس عبد الناصر بالعلاج بالخارج وعلى نفقة الدولة، فذهبت على إسبانيا، ولكن في النهاية فقدت بصرها. وتولى الممثل كرم مطاوع تدريبها على التمثيل وهي عمياء، وكان زوجها عباس يونس يقرأ لها السيناريوهات حتى توقفت عن التمثيل وتوفيت في عام 1976. الممثل أحمد زكي أصيب بالعمى في أواخر أيامه، لكنه لم يعلن عن الأمر لعائلته، بل كان يتعمد أن يرتدي نظارته الطبية صباح كل يوم ويبدأ في تصفح الجرائد وكأنه يقرأها حتى لا يكتشف ابنه هيثم إصابة والده بالعمى، حتى أخبرهم الطبيب بحقيقة مرضه. الممثل أنور وجدي فقد بصره في أيامه الأخيرة، حيث كان يعاني من مرض وراثي تسبب في إصابته بفقدان البصر وفقدان مؤقت للذاكرة، وهو المرض الذي توفي بسببه والده وإخواته الثلاثة. الممثل عماد حمدي أصيب بفقدان البصر لظروف نفسية، وأوضح نادر ابنه أن الفنانة نادية الجندي كانت وراء هذه الأزمة النفسية التي تسببت في وصوله إلى مرحلة الاكتئاب وتسببت في فقدان بصره، بعد أن استولت على إيرادات آخر أفلامه ولم تمنحه حقوقه المالية وتسببت في إفلاسه. انتهى الفيديو، شكرا لكم.